السلام عليكم أحبابي الكرام. الفيديو السادس في رمضان كريم علينا وعليكم. رمضان 2022 ورمضان 1443 هجريا. بنتكلم النهاردة عن فيديو عن العاصمة الإدارية الجديدة، وهو منطقة الMU 7 وليه في اختلاط ما بينها وبين منطقة الCBD الأصلية أو الأعمال المركزية. يلا بينا نطلع عشان خاطر نديكوا خلفية عن الموضوع دوت تفيدكم إن شاء الله. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، معاكم محمد المهدي. منطقة الMU 7 تم الاختلاط ما بين منطقة الMU 7 ومنطقة الCBD اللي هي منطقة الأعمال المركزية. في الفيديو دوت بنوضح لكم بالظبط على الطبيعة من محور بن زايد فين المنطقة دي وفين المنطقة دي. احنا كنا بادئين سلسلة فيديوهات زي ما بقول لكم دلوقتي الأكثر تشغيل أو بدايات التشغيل، فبدأنا احنا بس في فيديو بس سقطناه اللي هي منطقة الR7 والمولات اللي موجودة في الكومباوندات اللي في الR7 اللي هتبدأ تشغيل قبل منطقتين. هقول لكم أنا الترتيب الطبيعي. رقم واحد منطقة الأعمال المركزية الأصلية، دي هتبدأ تشغيل أول حاجة مع افتتاح العاصمة اللي هي منطقة الCBD الأصلية ومنطقة البرج الأيقوني. رقم اتنين منطقة الحي المالي اللي هي بجوار الوزارات، الحي الحكومي. رقم ثلاثة منطقة الMU 23 اللي هي ما بين الR2 والR3 وعلى محور الأمل. رقم أربعة وده الفيديو اللي سقطناه الR7 بعد المولات اللي موجودة في الكومباوندات اللي هتبدأ تشغيل في الR7. رقم خمسة بالتوازي مع بعضيها منطقة الداون تاون ومنطقة الMU 7، ولكن الداون تاون منطقة الشارع الغربي اللي هو الترفيهي فقط لا غير، فيش فندق الماسة مع الأبراج السياحية. دول أول منطقتين يعتبروا يشتغلوا في الداون تاون بعد المولات الداخلية، لكن داون تاون مساحتها كبيرة وبالتالي الMU 7 هتكون قربت منها بعد كده في موضوع التشغيل. ده كده الترتيب بالنسبة للفيديوهات. طب ايه الخلط اللي بيتم؟ الناس كلها دلوقتي بتسوق في شركات الديفيلوبر على ان منطقة الMU 7 هي منطقة الCBD، فبيحصل اختلاط ما بينها وبين الناس. هي منطقة الMU 7 هو شريط رفيع يعتبر شمال محور بن زايد الشمالي ما بين منطقة الأعمال المركزية في جنوب محور بن زايد الشمالي. ديت المنطقة اللي فيها الCBD الأصلية، وده أنا صورتها بالظبط. هيبقى في محور بن زايد الشمالي اللي عليه المونوريل اللي قطعه، وبعد كده منطقة الMU 7، وبعد كده منطقة الMU 23 اللي بدأ فيها مباني بالفعل هي اللي ما بين الR3 والR2. تعالوا كده نطلع نشوف المنطقة ديت. بس طبعا بقول لما حد يجي يشتري لازم يفكر الأول هو هدف الموضوع ايه؟ استثمار طويل أجل ولا استثمار قصير أجل؟ هل أنا محتاج المكان اللي عايزه عشان أشغله، ولا عايز حاجة أدفع فيها أقساط طويلة وأسيبها؟ طيب مين الشركة اللي أنا أشتري منها؟ إيه نسبة التحميل مظبوطة؟ إيه الأوراق المظبوطة؟ كل الكلام ده مهم جدا 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 ناخد بالنا منه يا جماعة. وأنا الحمد لله بفضل ربنا بحاول أساعدكم كتير قدر المستطاع، وبقدم لكم الخدمه ديت من خلال التواصل معايا سواء في الكومنتات او عن طريق الواتساب. تعالوا نطلع نشوف الفيديو على الطبيعه وتستفادوا منه وارجع لكم تاني على طول. اتفضل. هنا على محور بن زايد الشمالي او يمنا فندق الماسة. ده فندق الماسة والحاجات الخارجيه اللي في فندق الماسة والمحلات اللي هتبقى فيه. واحنا ماشيين هنشوف المنطقه اللي فعلا اسمها الCBD، منطقه الاعمال المركزيه. هي دي منطقة الأبراج، هي دي منطقة الCBD بالفعل. هنعدي على منطقتين هنصورهم. المنطقة بتاعة الMU 7 اللي هو دلوقتي الكل شغال عليها وشركات الديفلوبر شغالة عليها إنها الCBD، وهي في الحقيقة مش الCBD، هي اسمها الMU 7. احنا ماشيين على محور بن زايد الشمالي، وهيعدي من تحتنا الاقليمي دلوقتي، وادي المونوريل زي ما انتم شايفين شغال. يمكن السحابه مضلله الشمس شويه، فعشان كده الشمس مش ضاربه في وشنا، السحابه اهيت، لان احنا ماشيين اتجاه الغرب. لكن ادي منطقه الاعمال المركزيه الاصليه اللي هي الCBD، اللي هي هتبدا تشغيل من خلال الشركة الصينية اللي واخداها حق انتفاع، اعتقد مع افتتاح العاصمة الإدارية وافتتاح الوزارات. يعني من اوائل الحاجات اللي هتشتغل الوزارات والمنطقة ديت، لانها قاربت على الانتهاء او شرفت على الانتهاء بالفعل. اعتقد الجزء دوت هيبقى فيه هنا محطة، طالما هي عواميد متصلة كده يبقى دي معناه ان في محطة هنا. وادي المونوريل زي ما انتم شايفين
انا بصور لكم من الواقع علشان خاطر هدفي في الحمله ديت التشغيل. ايه اللي هيبدأ تشغيل في العاصمة الإدارية قبل الآخر؟ من ثم من ثم من ثم من، واللي هيبين لنا مين الأول فالقادم هو ايه؟ معدلات الإنشاءات ومعدلات المباني ومعدلات الانتهاء من مراحل التنفيذ في المناطق دي. فأنا أعتقد منطقة الأعمال المركزية خلاص بتشطب، هي من أوائل المناطق اللي هتشتغل تجاري وإداري في العاصمة الإدارية الجديدة بالفعل، لأنها بتشطب وبتفنش. طيب ايه المنطقة اللي بيتكلموا عنها وشغالين عليها دلوقتي وعمالة تنافس في الداون تاون والداون تاون تنافس فيها والاتنين كده كده هيتأخروا؟ منطقة الام يو 7. منطقة الام يو 7 او مش هيبدأوا تشغيل زي الحي المالي او زي الام يو 23. احنا كده هنبدأ حالا منطقة الام يو 7، هي اللي على يمنا ديت منطقة الام يو 7، مش السي بي دي، هي في وش السي بي دي، يفصلها محور بن زايد الشمالي عنها وعن السي بي دي والقطار الكهربائي. مستقبلها كويس، مستقبلها كويس. تشغيلها على طول؟ لا، تشغيلها متأخر. ليه؟ لسه لسه انتوا شايفين اهو، لسه الدنيا يعني بتبدأ تقول، لسه الدنيا بتبدأ هتشتغل، لسه يمكن ده أول حاجة بدأت تطلع هنا، يمكن ده أول مبنى خرساني أو أول حاجة خرسانية بدأت تطلع، لكن كل الناس حاطة يفط ومحدش لسه بدأ أو طلع من على الأرض. ادي المونوريل، وادي منطقة الأعمال المركزية البرج الأيقوني زي ما انتم شايفين، وادي منطقة الام يو 7 اللي احنا عايزين نفهم ان هي مش السي بي دي، والمباني اللي في ظهرنا دي منطقة منطقة الار 3 منطقة سكنية اسمها الار 3. اديني ماشي في منطقة الام يو 7، مفيش اي حاجة طلعت فيها، كل اللي موجود فيها يفط. هي يمكن شريط رفيع مش عريض، لان هي نهايتها المحور المركزي اللي فاصل ما بينها وبين منطقة الار 3. فادي منطقة الام يو 7 من المناطق اللي برضو هتتأخر في التشغيل. خدوا بالكم، العاصمة هتبقى مراحل، العاصمة مراحل، والمراحل تشغيلية حسب المنتهي في الأول هيشتغل في الأول. فادي منطقة الام يو 7، واتصور انها من المناطق اللي هتتأخر في التشغيل شوية، مش زي الحي المالي وزي منطقة الام يو 23. بالكم هو دايما الناس لما بتيجي بتتكلم على تسويق او بيع او الكلام دوت، دايما بيتكلموا في الحاجات اللي لسه معروضة، لان هتلاقوا فيها منافسة. يعني هتلاقوا الكلام قليل على الام يو 23، هتلاقوا الكلام قليل على الحي المالي، لان ما فيهاش معروض كتير، خلاص قربت تشتغل، هتفنش وهتبدأ تشتغل، فمش هتلاقي خناقه فيها كتير. انما الحاجات اللي لسه فيها معروض كتير ولسه فيها هيبقى فيها حاجات كتيره ما خلصتش، هتلاقوا فيها خناقه كتير، لان هو دوت اللي هيبقى فيها التسويق. anyway كل الصحراء دي منطقه الام يو 7 اللي يقال عليها السي بي دي، لكنها ليست السي بي دي. هنخش بعد كده على منطقة هي أكثر إنشاء وأكثر مباني وأكثر احتمالية تشغيل من الداون تاون والسي بي دي، وهي منطقة الام يو 23 أو الام يو 23. هي باينة هناك اهيت، هي تعتبر الوسط على محور الأمل والوسط بين الار 2 والار 3. كده نهاية الام يو 7 هو الجزء دوت. يلا بينا نطلع على الام يو 23 ونخرج من محور بن زايد الشمالي والام يو 7.
الحمد لله على السلامة أحبابي الكرام. أرجو إن يكون الفيديو عجبكم. كان فيه كده بس تعليقات جت مش عارف هي سلبية ولا إيجابية، بس أنا حبيت أشارككم في الرأي فيها. فكرة إن أنا بخفي الإعلانات، هو مبدأ في سياسة القناة. أنا ما بتكلمش على أي شركات، وهترجعوا في كل تعليقاتي هتلاقوني لو أي حد بيكلمني عن شركة بقول له تواصل معايا على الخاص. أنا سواء شركات حتى اللي أعرفها على المستوى الشخصي مش بقول عليها، والشركات اللي ما بعرفهاش برضو مش بقول عليها، لأنه في النهاية اللي محتاج معلومة مني هيتواصل معايا وهتكلم عليها. أنا بسيب الخلاف اللي على العام دوت، ما بحبش يبقى ظاهر وخناقات والكلام ده. هو في النهايه كل واحد له وجهه نظر، كل واحد له قناعات تحترم. فكره ان الاعلانات بقى في الفيديو اشيلها او اسيبها دي انا ماشيها في التجمع من البدايه ومفيش فيها اي مشكله. بس في العاصمه واضح ان في ناس بتستفز او بتزعل من الحكايه دي. على كل الاحوال عادي، انا بالنسبه لي مش هتفرق كتير، وان كنت بحب اكون فير جدا، مش بنحاز لاي حد حتى في تصوير الفيديوهات. فبحاول، ده بيتعبنا، ده بيخلينا نعمل مجهود علشان ان احنا نحذف حاجه زي كده. لكن مفيش مشكله خالص. انا يعني قررت في المونتاج مع فيديوهات العاصمه اسيبها بقى زي ما تكون، لكن هذا ليس دليلا منا على قناعتنا بكل الشركات اللي بتكون موجوده. في منهم الكويس وفي منهم اللي احنا مش مقتنعين بيه. على كل الاحوال اللي بتكون موجوده في الفيديو او هيكون فيها اعلان او هتكون ظاهره كارقام، على كل الاحوال اتمنى ان انا اكون بفيدكم، واتمنى دايما اللي محتاج اي استفسار اي معلومه سواء كان لوكيشن، خرايط، معلومات عامه، نسب تحميل، عقود، تواصل معايا وانا ان شاء الله استمر وافيدكم. واراكم دايما على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.